Bonjour, j'espère que vous allez bien. أهلا بكم في الفيديو الرابع من فيديوهات تأسيس اللغة الفرنسية. Dans cette vidéo, on va prendre quelques verbes du troisième groupe au présent. في الفيديو بتاع النهاردة هناخد أفعال المجموعة الثالثة في زمن المضارع. معكم مسيو أحمد حسين من قناة Easy French. On va commencer. في الفيديو بتاع النهاردة هنكمل لو بريزون زمن المضارع بس المجموعة التالتة، وفي الفيديو اللي فات خدنا المجموعة الأولى لو بريمير جروب كي سي تيرمين بار او ار، أفعال المجموعة الأولى اللي بتنتهي بالاو ار في زمن المضارع. النهاردة هناخد المجموعة التالتة الأفعال الشاذة في التصريف لفيرب irrégulier. المجموعة الثالثة اللي هي اسمها بالفرنساوي لو تروازيام جروب، وطبعا المجموعة الثالثة عندنا في الفرنساوي اللي هي بتضم الأفعال الإيرجولية، الأفعال الغير منتظمة، الأفعال الشاذة في التصريف لفيرب إيرجولية. إيرجولية اللي هي الأفعال الغير منتظمة. أول فيرب وأهم فيرب أون فرونسي لو فيرب إتر. إتر يعني يكون. لو فيرب إتر. إتر يعني يكون. تصريفه إزاي يا مسيو؟ أول حاجة لازم نكتب الضمائر. جو يعني أنا، tu يعني أنت، il يعني هو، elle يعني هي، nous يعني نحن، vous يعني أنتم أو حضرتك، il avec s يعني هما، و elle avec s يعني هن. طب أنا عايز أصرف فيرب إتر. إتر مع الجو بيبقى جو سوي، يبقى ده كتبته جو سوي. يعني إيه بقى جو سوي؟ أنا أكون. يبقى جو سوي أنا أكون. طب tu es tu y أنت تكون. فيبقى فيرب اتر اتصرف او اتحول بقى ايه اللي هو الاو اس، بقى تو ي انت تكون. طب الايل والال فيرب اتر بيتكتب ايه الاو اس تي، ايه ايه هو، يكون، هي، تكون. يلا مع بعض تاني. فيرب اتر يعني يكون، ده فعل من الافعال الشاذه، فبالتالي لما نيجي نصرفه في زمن المضارع ليه تصريف لوحده، كتابته مختلفه، بيبقى جو سوي. جو سوي انا اكون. تو ي انت تكون. إيلي هو يكون. إيلي هي تكون. طب النو يعني نحن. طب انا عايز اقول نحن نكون. اتر بيبقى كتابته بيبقى نو سم. نو سم نحن نكون. طب فو يعني انتم أو أنتن أو حضرتك، فهقول فو زت. فو زت أنتم تكونوا أو حضرتك تكون. نحن نكون وأنتم أو حضرتك تكون. طب الإيل فيرب إتر مع الإيل بيبقى سون. إيل سون. إيل سون. إيل سون هم يكونوا. طب الإل إل سون. إل سون هن يكن. يلا مع بعض التاني بقى فيرب اتر. جو جو سوي. tu y es. il est. elle est. nous sommes. vous êtes. ils sont. elles sont. ده فيرب اتر. اتر يعني يكون. طب ازاي هيجي لنا في الامتحان يا مسيو سواء في اعدادي او في ابتدائي او حتى في ثانوي؟ ازاي يجي لنا سؤال على فيرب اتر؟ اقول اكزامبل. جو نقط جورناليست. عايز اقول انا اكون صحفي، احط في الاختيارات اتر، سوي، ايه. وفي المرحله الاعداديه او الابتدائيه بيجي لنا تروا شوا. تروا شوا يعني ثلاث اختيارات، اما في اولى ثانوي او ثانيه ثانوي او حتى ثالثه ثانوي بيبقى كاتر شوا. كاتر شوا يعني اربع اختيارات. يعني انا ممكن اقول ايه. بيقول لك هنا جو جورناليست. عايز تصريف فيرب اتر مع الجو. اول حاجه اتر دي المصدر، لكن مع الجو بيبقى اسمها ايه؟ ها، جو سوي. فهختار جو سوي. هديك كده في الاختيارات جو سوي انا اكون. طب احنا بنستخدم فيرب اتر في ايه؟ استخدامات فيرب اتر. اول استخدام التعبير عن الاسم. تعبير عن الاسم هقول جو سوي. جو سوي احمد. جو سوي احمد يعني انا اكون احمد. اللي هي بتساوي ممكن اقول جو مابيل.
جو مابيل أحمد اللي هي أنا اسمي أحمد. يبقى أنا ممكن أقول جو سوي أحمد أو جو مابيل أحمد، ويبقى ده أول استخدام لفيرب إتر. إتر يعني يكون، يبقى جو سوي أحمد أنا أكون أحمد. تاني استخدام عندنا التعبير عن الوظيفة أو المهنة، فممكن أقول جو سوي أنا أكون جو سوي إيلاف. جو سوي إيلاف أنا أكون تلميذ. أو جو سوي بروفيسور، جو سوي بروفيسور أنا أكون مدرس. جو سوي بروفيسور أنا أكون مدرس. طب لو مدرسة هتقول جو سوي بروفيسور وتزود الأو، كأنها الته المربوطة التأنيث باللغة العربية. يعني أنا لما أقول جو سوي بروفيسور دي كده مدرس، أزود الأو بقت مدرسة. تالت استخدام عندنا التعبير عن الجنسية، فهقول إيه؟ جو سوي إيجيبسيان. جو سوي إيجيبسيان، جو سوي إيجيبسيان أنا أكون مصري. أنا أكون مصري. طب لو بنت اللي بتتكلم هتقول جو سوي إيجيبسيان. عملت إيه يا ميسيو عشان أخليها مؤنث؟ زودت إن أو. أنا أكون مصرية. رابع استخدام عندنا للتعبير عن الوصف. للتعبير عن الوصف، يعني أنا عايز أوصف نفسي أو أوصف أي حد، فممكن أقول جو سوي جران. جو سوي جران يعني أنا أكون طويل. جو جو سوي جو سوي بوتي أنا أكون صغير أو قصير. فيبقى أنا كده وصفت نفسي، جو سوي جران جو سوي بوتي. يبقى احنا عندنا استخدامات، وده أهم فيرب عندنا في الفرنساوي، فيرب إتر. إتر يعني يكون. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. تاني أهم فيرب عندنا en français le verbe avoir. يعني إيه avoir؟ avoir يعني يمتلك أو عنده أو لديه أو يشعر ب، يشعر بحاجة، الإحساس أو المشاعر. ففيرب avoir من الأفعال المهمة جدا عندنا في الفرنساوي. فيرب avoir بيتصرف إزاي avoir؟ أول حاجة جو، بس عندنا تركية يا ميسيو، الجو هتبقى غلط، لازم تبقى جو أبستروف. ليه؟ عشان فيرب avoir مع الجو بيبقى ايه، جي انا امتلك او انا عندي او انا لدي. تو يا يبقى فيرب افوار مع التو بقى إلى هو يمتلك، إلى هي تمتلك، يبقى تو يا أنت تمتلك، إلى هو يمتلك، إلى هي تمتلك. طب النو، نو زافون، نو زافون نحن نمتلك، أو إحنا عندنا. vous avez أنتم أو حضرتك تمتلك أو أنتم تمتلكون. ils ont هم يمتلكون. elles ont هن يمتلكن. فيبقى فيرب avoir تصريفه j'ai tu as il a elle a. nous avons هنلاحظ هنا حاجة في نطق اللغة الفرنسية، remarque sur la prononciation، ملاحظة على النطق. لو الفيرب أوله حرف متحرك هيخلي الاس الغير منطوق. هي اصلا الاس في الضمائر اللي انا قلتهم ضمائر الجمع اسمها نو، ما قلتش نوز. اسمها فو، ما قلتش فوز. اسمها ايل، اسمها ال. الحرف المتحرك هيخلي الاس تنطق زد، فانا بنطق زد بس مش بكتبها، يعني دي بتبان في النطق. يعني هقول نو زافون، نو زافون، vous avez، ils ont، elles ont. تصريف فيرب افور مع بعض تاني، j'ai tu as il a elle a. nous avons vous avez ils ont elles ont.
ده بالنسبة لفيرب افوار. افوار يعني يمتلك. طب نقول سؤال كده اكزامبل على فيرب افوار. لو انا قلت اي نقط ان ليفر، فالجملة معناها ايه؟ هو يمتلك كتاب، هو عنده كتاب. احط الاختيارات افوار، ايه، اه. الضمير إيل أول حاجة أفوار ده المصدر، فبالتالي كده غلط. أنا عايز تصريف زمن المضارع. إي ده مع الجو يبقى جي، التو معاها اس اللي هي تويا. أما الإيل والإل معاها فهقول إلا أن ليفر. إلا أن ليفر هو يمتلك كتاب. إلا أن ليفر. طب استخدامات فيرب أفوار. أهم استخدام للتعبير عن الملكية. التعبير عن الإيه؟ الملكية، سواء ملكيتنا للأشياء أو الأشخاص أو حتى ملكيتنا للعمر. يعني استخدامات فيرب أفوار التعبير عن الملكية. التعبير عن الإيه؟ الملكية، سواء ملكيتنا لأشياء أو أشخاص أو حتى العمر. يعني لو أنا عايز أقول جي أنا أمتلك، جي أن فرير. يعني إيه جي أن فرير؟ أنا عندي أو أمتلك أخ ولد. طب لو قلت جي اون تروس، يعني إيه جي اون تروس؟ أنا أمتلك مقلم. أنا أمتلك أو أنا عندي مقلم، معايا مقلم. طب العمر هقول جي أنا أمتلك جي كانزون. جي كانزون أنا عندي 15 سنة. جي كانزون أنا عندي 15 سنة. يبقى أنا كده عبرت عن استخدمت فيرب افوار للتعبير عن ملكيتنا للأشياء أو الأشخاص أو العمر. وعايز منكم إن أنتوا تحفظوا الجمل اللي إحنا كتبناها النهاردة، يعني جمل فيرب إتر وجمل فيرب افوار. نراجع كده على جمل فيرب إتر. مثلا هقول إيه؟ جو سوي أحمد، je suis élève, je suis professeur, je suis égyptien. طب لو بنت je suis égyptienne, je suis grand, je suis petit. أنا عايزكم تحفظوا الجمل. je suis أقول je suis، أي واحد يقول اسمه je suis كذا. يعني أنا بالنسبة لي أقول je suis أحمد. طب أنا عايز أعبر عن وظيفتي je suis professeur. طب لو أنا تلميذ je suis élève. طب أنا عايز أقول أنا جنسيتي أنا أكون مصري. ده لو ولد. أو لو بنت، لو ولد أقول je suis égyptien. طب لو بنت je suis égyptienne. طب انا عايز اوصف نفسي je suis grand انا طويل، je suis petit انا قصير، je suis intelligent انا ذكي، je suis timide انا خجول. فيرب افوار لازم نحفظ تصريفه ونقول تصريفه جي، تو، يا، الى، nous avons، vous avez، ils ont. استخدامات فيرب افوار للتعبير عن ملكيتنا للاشياء او الاشخاص او العمر. فممكن اقول جي كانزون، جي ان فرير، جي اون توس. ثالث فيرب عندنا لو فيرب aller. aller يعني يذهب، وبيستخدم للحال، وبعد كده هنستخدمه للمستقبل أليه المصدر. لكن دلوقتي احنا هنصرفه في زمن المضارع. احنا عندنا مشكلة. المشكلة اللي أليه آخره او ار، عامل زي المجموعة الأولى اللي احنا خدناها في الفيديو اللي فات، وهيبان لكم في الأي اللي فوق تصريفات المجموعة الأولى اللي هو الفيديو اللي فات. لكن أليه بالرغم اللي آخره او ار لكن مش مجموعة أولى. ليه يا ميسيو مش مجموعة أولى؟ عشان مش بيتصرف زي المجموعة الأولى، ليه تصريف مختلف. فالتصريف بتاعه بيبقى جو في. نراجع كده على المجموعة الأولى. احنا المجموعة الأولى في الفيديو اللي فات عملنا إيه؟ كنا بنحذف الأو إر وبنحط مع الجو حرف الأو اللي هو الإي. لكن هنا أنا قلت جو في، الكتابة كلها مختلفة، فده فيرب شاذ، أفعال غير منتظمة في التصريف. tu vas، il va، elle va. تصريفه جو في أنا أذهب، tu vas أنت تذهب، il va هو يذهب، elle va هي تذهب. طب الجمع النو، نو الون. بس انا كده يا ميسيو نطقت غلط. ليه يا ميسيو؟ مش انت لسه قايل لو في حرف متحرك هيخلي الاس تنطق زد؟ فبالتالي لو انا قلت نو الون لا غلط، لازم اقول نو زالون، نو زالون، نو زالون، نو زالون نحن نذهب. vous vous allez، vous allez انتم تذهبون، او حضرتك
تذهب. ils vont هم يذهبون. طب elles vont هن، فيبقى تصريف فيرب aller je vais tu vas il va elle va nous allons vous allez ils vont elles vont. تصريف فيرب aller je vais tu vas il va elle va nous allons vous allez ils vont elles vont. طب ايه هي استخدامات فيرب aller؟ احنا بس هناخد النهارده استخدام واحد اللي هو الذهاب للمكان، فممكن اقول ايه؟ جو في انا اذهب à l'école. je vais à l'école يعني بقى je vais à l'école انا اذهب الى المدرسه. وعايز منكم تحفظوا الجمل جو في à l'école جو في à l'école. طب لو عايز اذهب للنادي اقول جو في انا اذهب au club انا اذهب الى النادي. انا اذهب الى النادي جو في au club جو في au stade جو في au lycée انا اذهب الى المدرسه. طب لو انا عايز اقول انا اذهب عند صديقي علي فممكن اقول جو في شي بمعنى عند، ودي مهمة عندنا لازم يجي وراها عاقل. جو في شي مون امي انا اذهب عند صديقي. جو في شي مون امي جو في شي مون امي انا اذهب عند صديقي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. في الفيديو بتاع النهاردة خدنا تروا فيرب دو تروازيام جروب او بريزون، 3 أفعال في زمن المضارع من أفعال المجموعة الثالثة. إيه هم ال3 أفعال؟ إتر أفوار ألي، وكمان خدنا استخداماتهم وتصريفاتهم. وأتمنى منكم إن أنتوا تحفظوا التصريفات والجمل اللي إحنا خدناها النهاردة، وأتمنى منكم الاشتراك في القناة، وإلى أن ألقاكم في فيديو قادم. أو ريفوار et bonne journée. ميرسي pour regarder cette vidéo. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بقناتي.